شعبان هنا احلى سمك. اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة يأتيها رزقك رغدا من كل مكان. اللهم اجعل بيوتنا بيوتا تحفها الملائكة، واجعلها بيوتا تنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة. اللهم اجعل بيوتنا من أسعد البيوت وأطهرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لي في أولادي واكفهم السلام بحلالك عليكم عن ورحمة الله. صباح الفل عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعه لكم بفيديو جديد النهارده وان شاء الله يعجبكم وينور رضاكم. بس يا ريت كده بقى لو اول مره بتشوفوني حطوا لي لايك للفيديو، عايزه لايكات كتير كده، عايزه ضرب نار على الفيديو ده، واعملوا اشتراك في قناتي لو لسه ما اشتركتوش، ويلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف الفيديو بتاعنا النهارده عباره عن ايه. بشكركم جدا على تفاعلاتكم على الفيديو الفتره اللي فاتت، بشكركم جدا على الاشتراكات الجميله بتاعتكم وكومنتاتكم اللي اجمل. وطبعا حابه ارحب بكل الناس اللي نورتني جديد وبقول لكم نورتوني وشرفتوني، ووجودكم كالعاده على راسي من فوق. بصوا بقى، يعني النهارده الفيديو بتاعنا مختلف يا جماعه. بس طبعا اول الفيديو عايزه اقول لكم ان المحل دوت في السوق بجيب منه السمك. بصوا بقى، اللي يروح يجيب منه في سوق الخلفاوي طبعا ده طبعا غني عن التعريف. الحاجه ام شعبان وولادها اللي بيبقى في اول السوق. تروحوا بس كده تجيبوا السمك وتقولوا له احنا تبع بنت ام صبحي، وشوفوا بقى احلى واجب واحلى سمك كده تاخديه. مش قادره اوصف لكم بصراحه الجمال والحلاوه والنظافه بتاعتهم، والسمك بتاعهم اللي طعمه مش قادره اوصف لكم جماله وحلاوته. فانتوا بس كده روحوا قولوا ان انتوا جايين من تبع بنت ام صبحي واحلى سمك هتاكلوه. فطبعا كده انا حبيت اقول لكم لان ده المحل اللي انا بجيب منه كمان. عندهم خدمه توصيل لحد المنزل، وطبعا بقى بيعملوا مقلي ومشوي، بيعملوا كل الاصناف وكل الانواع. هنسمي بالله بقى ونشوف الفيديو بتاعنا النهارده. انا نزلت السوق بدري كده اتشملت، وطبعا بدري ده بالنسبه لي الساعه 1 الظهر، تمام؟ علشان بس ايه ما نبقاش ايه ما اكذبش عليكم. رحت بقى بسم الله ما شاء الله جبت سمك كده. انا جبت ما شاء الله اللهم بارك 21 سمكه، تمام كده. وجبت بقى رز، جبت 5 كيلو من الرز، وجبت ازازتين زيت، واشتريت بقى بصل وطماطم حاجات علشان خاطر السلطه كده، وجبت كل احتياجاتي. وهنطلع نعمل الفطار بتاعنا النهارده. ايه ده؟ انت هتعملي السمك ده كله ليك انت لوحدك؟ لا والنبي ابدا مش هاكل كل ده، بسم الله ما شاء الله. ده طبعا احنا بقى كده عاملين عزومه لضيوف الرحمن، وكل سنه وانتم طيبين. مصر دايما عمرانه كده بالخير وباهلها وناسها طيبين. وبصوا بقى احلى حاجه فينا ان ابسط الناس بتحب تاكل وتعزم الناس. يعني احنا كده المصريين الطيبين اللي معروفين بجد كده بالكرم بتاعهم مصر واخلاقهم ام الدنيا وقد جدا. الدنيا. انا بقى كده بدات الحمد لله، جبت بقى حله كبيره كده ما شاء الله، وحطيت فيها حوالي نص ازازه زيت علشان هعمل 5 كيلو من الرز، فايه يبقى مفلفل كده وحلو معانا. قطعت عليهم حوالي 2 كيلو ونص من البصل، واسيب البصل ده يتحمر معايا كده. وعملت بقى تتبيله كده للسمك عباره عن بقى توم وفلفل وملح وكمون وشويه كزبره ناشفه وشويه من الكزبره الخضراء، وكمان قرنين فلفل احمر حامي وقرنين فلفل احمر بارد. وضربت الكلام ده كله كده مع ليمون وخل في قلب الكبه. وجبت السمك بتاعي اللي امي وقفت حوالي ساعه تغسل فيه، علشان امي دي بصوا فظيعه في الغسيل الحاجات يا جماعه. وقعدت بقى كده تبلته، وجبت الشعله دي وقعدت في الارض علشان خاطر ايه البوتاجاز عند امي ضيق والمطبخ ضيق، فانا هقف في المطبخ هبقى مزنوقه، فقلت اطلع كده واعمل، ومش مشكله الدنيا هتتبهدل وابقى اروق بعد كده، تمام كده. ولكن بسم الله ما شاء الله الشعله دي منقذه ومنجزه، بتنجزني كده في ثواني لان نارها عاليه جدا. عايزه اقول لكم ان الشعله دي بتاعتي، ايوه انا اللي كنت مدياها لامي. ايوه يا جماعه انا كده ما بسترش. ما شاء الله كده زي ما احنا شايفين. خلاص تبلت السمك، وعايزه اقول لكم ان انا بدات حوالي الساعه 3 ابدا اعمل في الاكل، لان السمك مش بياخد وقت، والرز بس انا عايزاه يكون سخن وفي نفس الوقت اوزعه قبل الفطار، تمام كده. عايزه اقول لكم ان الاطعام دوت انا اللي عاملاه. انتوا عارفين ان الحاجه اللي بيكون حد باعت لي علشان اعملها فبقول لكم، لكن المره دي انا اللي عامله الاطعام سهل وكده وبسيط، والحمد لله على قد ايدي يعني. بس ربنا يتقبل منا اللهم امين يا رب العالمين، ويسر اموري ويصلح حالي، ودعواتكم بقى كده من صلاح الحال وتيسير الامور. كل ما تلاقيها دقت قوي 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 وعماله تضيق وتضيق، طلعي كده من التلاجة بتاعتك لو حتى رغيف عيش، ومن الاكل اللي انت بتعمليه ان شاء الله شويه رز وقطعه لحمه او قطعه فراخ اللي انت بتعمليه، وان شاء الله وجبه او وجبتين على قد امكانياتك، طلعيهم كده بنيه ربنا يفك كربك ويصلح حالك. صدقيني والله العظيم الدنيا هتتيسر معاكي وهتتظبط جدا جدا، تمام كده. وانا بقى لما لقيتها قرصت قوي فقلنا ايه نسمي الله كده ونعمل اطعام سهل وبسيط بنيه
انصلاح الحال، وربنا يفرجها كده وييسر امورنا واموركم، اللهم امين. واحلى دعوات منكم اللي بتجيلي في الكومنتات، ولكم بالمثل اخواتي وحبايبي، ربنا يكبر خواطركم جميعا وما تحرمش منكم ولا من الطاقه الايجابيه بجد اللي باخدها منكم دي. بصوا بقى كده، انا حطيت دقيق وحطيت عليه حوالي نص كوبايه من النشا، عشان طبعا انا حاطه حوالي نص كيلو دقيق، وكمان حطيت عليهم ملح وفلفل وكمون. تبلتهم كده يعني حاجات كميات قليله علشان الكفر بتاع السمك بتاعي برضو يكون واخد طعم كده ويكون حلو جدا. ما انا عايزه ايه، انا هعمل الاكل كأن انا اللي هاكله يا جماعه. يعني لازم كده الحاجه تعمليها كده بحب كده، وتطلعي احلى مجهود واقصى مجهود عشان تطلع معاكي زي ما بتعمليها لنفسك بالظبط، واللي ياكل منها يدعي لك يا حبيبتي، وتسلم ايديك ويسلم تعبك ويسلم كل حاجه بتعمليها حتى لاولادك. تمام. انا بقى جبت صينيه كبيره كده ما شاء الله علشان خاطر تاخد معايا اكتر من سمكيه، علشان يعني ايه احمرهم بسرعه. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي اللهم بارك بتاخد 6 سمكات في المره الواحده، فدي بقى هتنجزني. وادي البصله بتاعتي اتحمرت زي ما احنا شايفين كده، عايزاكي تحمريها قوي عشان تديكي ايه لون حلو كده. انا بقى من الناس اللي بحط الميه الاول تغلي وبهرها بقى كده بالبهارات بتاعتها، الملح بقى والفلفل والكمون وشويه من الكزبره، مكعب من مرقه الدجاج، وشويه صغيرين كمان كده من الملح، علشان مكعب المرقه مش هيظبط لي كل الكميه دي، فاهمين قصدي؟ واسيب الكلام ده كده لحد ما يغلي كتير، يغلي كده حوالي 10 دقايق لغايه اما الميه دي تغمق معايا، تخلي الرز بتاع السمك معايا لونه بني، اللون اللي احنا بنحبه، وطعمه بقى في حته تانية. جربي الطريقه دي لو كنتي بتحطي الرز على السمك، لا جربي ان انت تغلي له الميه كده الاول وبعد كده تحطيه، فبجد هيديكي نتيجه مبهره. زي ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الله، السمك كده كان بدأ يتحمر معايا. وطبعا انا دلوقتي لسه معايا وقت كده كافي وافي، انا قلت اعمل بدري عشان الدنيا صيام، مش زي الايام العاديه لو هتعملي اطعام وقت ما هتخلصيه بالليل الصبح بقى في الظهر هتوزعيه، لا ده بقى رمضان وانا عايزه الحق افطر ناس يعني كده، علشان ايه ناخد الاجر والثواب حبايبي واخواتي. فقلت ايه لازم ايه اعمله كده بميعاد مظبوط، لازم اتشمل واتشطر وانزل كده واطلع الحاجه في نفس الوقت اللي انا محتاجاه. بدأ السمك يتحمر معايا اهو. بصوا بقى يا جماعه، الفيديوهات دي اقسم بالله من احب واحسن الفيديوهات على قلبي للامانه، يعني بتديني كده باور كده وطاقه، وبحس ان انا بصوا بقى يعني عندي كميه باور غير طبيعيه ايا كان، سواء كنت انا اللي هعمل الاطعام او كان حد باعت لي وانا هعمله. فبصوا بقى ايا كان انا بكون مبسوطه للخير دوت والعمل الخير وللناس اللي ربنا هيرضيهم كده، حتى لو بابسط الامكانيات. تمام كده، فتحسوا ان انا بكون مبسوطه، حتى بيبان من طريقتي ومن صوتي ان انا ايه متحمسه كده وفرحانه جدا. فالفيديوهات دي انا بحبها ومش عاملاها عشان الفشخره والمنظره واوريك انا بعمل ايه واسوي ايه خالص، بالعكس يعني اللي بيعمل حاجه بيعملها لنفسه وربنا يتقبل مننا جميعا. ولكن بصراحه انا بقول لكم انا بحب الفيديوهات دي وبحب ان انا احمسكم واشجعكم، يمكن كده يا ستي تشوفيني بصي تلاقي نفسك كده حابه تعملي ولو باقل حاجه عندك، فناخد ثواب جماعي. تمام. لكن بقى مش قصده منها ولا فشخره ولا منظره، زي ما انتم شايفين ما شاء الله ان هي حاجات يعني على قد الايد، يعني فاهمين قصدي ما شاء الله، يعني مش كميات اوفر ولا كايني ولا ماني، على قدي وعلى قد امكانياتي، ولكن انا بكون مبسوطه بيها جدا جدا. خلاص خلصنا بقى كده، وزي ما انتم شايفين سيلا كده عماله تضايق فيا، بس ايه يعني هو ربنا يخزيها. والرز سخن، شايفين الرز سخن ازاي، والسمك كمان سخن مولع، والساعه كانت كام 6:15. شفتوا بقى ازاي؟ طبعا انا عارفه انا هودي الحاجات دي لمين، والناس اللي كانت رايحه لهم الاطعام او الفطار ده انا قايله لهم ان انا يعني ما يجيبوش فطار او ما يروحوش، يعني ما يجيبوش فطار، انا هبعت لهم الفطار، فاهمين قصدي؟ فعلشان كده انا كنت عارفه كل حاجه رايحه فين، فمش هفضل الف كتير زي مثلا لما كنت بعمل في الايام العاديه، بكون نازله كده بطريقه عشوائيه واللي ليه نصيب وليه رزق في حاجه فبياخدها، لكن دي ناس معروفه. فبصوا بقى تخيلوا الاكل ما شاء الله كان لسه سخن كده، يعني يا دوب على ما يروح لاصحابه هيكون الاذان اذن، وبالف هنا وشفا وبالصحه والعافيه عليهم يا رب كده، ويا رب يدينا ويرزقنا كمان وكمان علشان نعمل كمان وكمان، ويديكم ويرزقكم كل خير اللهم امين يا رب العالمين. بس قولوا لي بصراحه ايه بقى رايكم في الفكره دي بتاعت الرز والسمك دي والحاجات دي. انا بصوا النهارده 9 رمضان، ومحلات السمك كانت قافله اصلا عندنا ولسه فاتحين، فانا انتهزت الفرصه وقلت بقى تغيير
عن الفراخ وعن اللحوم وعن الحاجات دي، لان طبعا انتوا عارفين الشهر الكريم ده كله خير وكل الناس بتعمل اكل واطعام كل يوم وبتوزعه، بس انا بقى حبيت اعمل حاجه مختلفه، ونفس الاكل ده انا هفطر منه، فقلت اللي هفطر منه هفطر منه اخواتي وحبايبي. لو عجبكم فيديو النهارده بجد بجد كده وحسيتوا بالطاقه اللي انا حاسه بيها دي، فما تنسوش بقى كده تحطوا لي لايك وتعملوا